عربيه انجليزيه نزلت مصر جديده عجبتني قوي. ايوه. فاجي اشتريتها. اخر واحده؟ اخر واحده. سعرها كام بقى بالدولار؟ مش كتير بالدولار. بالدولار بالمصري قول لي وانا احسبها. بالمصري 9 مليون. 9 مليون، لا مش ده حاجه كتير. بسيطه يعني، مش كتير كتير. بالدولار. لا لا. ايه اغلى عربيه عندك غير كلاس. 9 مليون؟ الجي كلاس. هي اغلى واحده جبتها. اه العقارات. انت اللي قلت، انا ما سالتش. انت اللي فتحت. ده الفنان عمرو كمال، المغني الشهير اللي منع غناء في النايت كلاب وهو بيغني في الافراح، بس عشان اغاني في النايت كلاب حرام وفي الافراح حلال. هو بيقول كده ماشي. طلع يقول لك انا اشتريت عربيه ب 9 مليون جنيه، وطالع يبيع للناس ويقول لهم انا عندي عقارات وعندي حاجات. ربنا يزيدك يا عم. بس عاوز اقول لك، بدل ما انت تقول طلع جاب عربيه ب 9 مليون جنيه، كنت تجيب واحده ب 2 مليون ولا ب 4 مليون جنيه، وعندك الطفلين الصغيرين اللي هو مشاري ويوسف تعبانين وعندهم مرض تمر العضلات. ما دام انت راجل مبذر كده وراجل بتصرف فلوسك فاصرفها في الخير. الطفلين دولت محتاجين الدعم. بدل ما احنا بنطلع نقول للناس احنا عندنا وعندنا وعندنا، وبما ان عندنا 80% من الطبقه الغلابه اللي مش لاقيين حتى لبس لعيالهم. شوفوا الناس دي، يا ريت تحسوا بالغلابه، ويا ريت البرامج اللي بتطلع تستعرض للناس املاكها وبتطلع تسال الممثلين عندكم قد ايه وعندكم قد ايه. برضه حتى واحد غلبان قول له انت مديون بقد ايه؟ قول له انت جبت لعيالك لبس العيد ولا قد ايه؟ فعاوز اقول لكم اقسم بالله حرام عليكم اللي بيتعمل ده. بتدمروا الجيل اللي طالع والشباب اللي طالع لما يلاقي واحد كده يقول لك انا كده وكده عندي عربيه وعندي من اغاني المهرجانات والهلس اللي بيتعمل ده. وشاب تاني يكون في مدرسه بيتعلم شايل هم هيخش سنه وهيدفع الدرس بتاعه بكام. الله غالب.